بسم الله الرحمن الرحيم. متابعي القناة، أسعد الله أوقاتكم إلى هذا الفيديو الجديد. في هذا الفيديو إخواني سوف نتحدث على آخر مستجدات الملاعب الجديدة التي كان من المفروض أن يتم الانطلاق في بنائها، وما هي التطورات في هذه الملاعب. أولا نبدأ بملعب ستيف وتأخر انطلاق هذا المشروع، وتعود هذه الأمور لتكلفة الدراسات التي تفوق 160 مليار سنتيم. هذا ما جعل الأمور لحد الساعة لم يكن هنالك أي تطور، وما زال الإعلان الرسمي عن موعد انطلاق المشروع. أما ملعب قسنطينة الجديد فرغم الإعلان عن رفع التجميد عنه، إلا أنه لحد الساعة لم يتم رصد الغلاف المالي لإطلاق المشروع، وهذا بسبب عدة عراقيل إدارية وكذلك مشاكل إدارية صاحبة العملية. لهذا فإن ملعب ستيف الجديد لن يرى النور لحد الساعة. فيما يخص ملعب بجاية فهنالك أحاديث على أنه سيتم تجميد المشروع إلى أجل آخر، وأن هنالك خطة ثانية وهي إعادة الاعتبار لملعب الوحدة المغاربية، بحيث سيتم نزع العشب الاصطناعي وتعويضه بعشب طبيعي، وكذلك تثبيت الكراسي في المدرجات الإسمنتية في انتظار التأكيد من السلطات المحلية للولاية. أما فيما يخص ملعب بادنا فهو نفس مصير ملعب بجاية الجديد. لحد الساعة لم تنطلق الأشغال ولم يتم تحديد الموعد النهائي لهذا المشروع بالرغم من اختيار الأرضية، ويبقى المشكل في الأرصدة والغلاف المالي الذي لم يتم تقديمه لحد الساعة. هذا ما يجعل المشروع يتأخر إلى يومنا هذا، ويبقى ملعب ورقلة هو المشروع اللغز. فبعد انطلاق مشروع ملعب بشار الجديد كان من المفروض أن ينطلق في نفس التوقيت ملعب ورقلة الجديد، ولكن بسبب تنحية الشركة الصينية التي فازت بالصفقة وإعطائها لشركة تركية لحد الساعة المشروع لم يرى النور، ولم يتم اتخاذ أي إجراءات جديدة من أجل إطلاق المشروع في التوقيت المحدد. هذا هو الجديد الذي أردت أن أقدمه لكم عن آخر التطورات الخاصة بالملاعب الجديدة التي كان منها المفروض إطلاقها في سنة 2025. إلى اللقاء.